السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود عباس، ودي سلسلة فيديوهات كبسولات فرنسية للصف الثالث الثانوي. لو أنا سألتك السؤال اللي جاي ده هتجاوب تقول إيه؟ Je fais نقط بيانو. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. Je fais نقط بيانو. انتوا بتعملوا ده عظيم بيمين ابدا. اللي هيتكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. طبعا فيرب فاغ بيجي بعده الدي اللي هي أداة التجزئة دي زائد الآلة الموسيقية. فيرب فاعل بيجي بعده الدو اللي هي بنسميها أداة التجزئة زائد الآلة الموسيقية بأداة المعرفة. طبعا بيحصل الإدغام زي دو بيانو البيانو، دو فيولون اللي هي آلة الكمان، زي دو لا فلوت اللي هي الناي، زي دو لا جيتار الجيتار، زي دي لورج اللي هي الأورج. إذا لو قلت جي في نقط بيانو هتبقى دو بيانو. طبعا فاغ مع الأنشطة الموسيقية أو الآلات الموسيقية بتاخد د. لو قلت إيل في نقط جيتار طبعا جيتار مؤنث إذا هتاخد دولا يبقى التانية. والله ما انت فاهم حاجة. طب لو أنا سألتك السؤال اللي جاي ده هتجاوب إزاي؟ طب لو أنا قلت لك جي جو نقط بيانو الإجابة هتبقى يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طبعا من المعروف ان فيرب جوي بياخد حرف الجر بس ده مع الانشطة الرياضية. اما مع الالات الموسيقية برضو بياخد دي بس بيبقى اسمها حرف جر مش اداة تجزئة. كذلك فيرب جوي بيجي بعده الدو بس الدو هنا بيبقى اسمه حرف جر زائد الآلة الموسيقية بأداة المعرفة. يعني لو قلنا جو في نقط بيانو هتبقى دو بيانو، ولو قلت جو جو نقط بيانو برضو هتبقى دو بيانو. بس طبعا الفرق ان دو هنا أداة تجزئة اما دو مع فيرب جو ده حرف جر. زي ما اقول جو في نقط جيتار هتبقى دو لا جيتار، جو جو نقط جيتار برضو هتبقى دو لا جيتار. اما لو قلت جو جو نقط فوتبول ما تنساش ان فيرب جوي مع الانشطة الرياضية بتبقى تاخد حرف الجر اذا هتبقى او. اذا فيرب فاغ بياخد دي زائد آلة موسيقية، وفيرب جوي بياخد دي برضو زائد الآلة الموسيقية. طب لو انا سألتك السؤال اللي جاي ده هتجاوب ازاي؟ طيب لو انا قلت جيم نقط دولا بوكس الإجابة هتبقى اللي انا بعمله ده اسمه تأديب وتهذيب واصلاح. طبعا الإجابة هتبقى فاغ لأن فيرب جوي بيجي مع الأنشطة التي تمارس بالكرة، أما فيرب فاغ بيأتي مع جميع الأنشطة الرياضية. إذا لو أنا قلت جيم نقط دولا بوكس الإجابة هتبقى فاغ لأن فاغ بتيجي مع كل الأنشطة الرياضية. أما فيرب جوي بياخد حرف الجر فيرب براتيكي بياخد أداة معرفة. طب لو أنا سألتك السؤال اللي جاي ده هتجاوب إزاي؟ لو أنا قلت لك جيم في با نقط بوكس هتبقى طبعا الإجابة هتبقى دو، مش محتاجة حاجة يعني. لأن في قاعدة بتقول تحول أدوات التجزئة اللي هي دي ودي لا ودي إلا أبوستروف ودي إس، طبعا اللي هي بتيجي مع فيرب فاغ كل دي بتتحول إلى دي أو دي أبوستروف. يعني لو أنا قلت لك جي في دو فوتبول وعايز أنفيها أقول جيم في با دو فوتبول. يبقى إذا الإجابة لو أنا قلت جيم في با نقط بوكس هتبقى دو لأن أداة التجزئة في النفي بتتحول إلى دو. أما حرف الجر مع فيرب جوي وكمان أدوات المعرفة لا تتحول عند النفي. طب لو أنا سألتك السؤال اللي جاي ده هتجاوب إزاي؟ لو أنا قلت لك لو فوتبول نقط أستاد، أو لو أنا قلت لك لو تنس نقط سيغ لو كور. جاوب على ام السؤال. جاوب على ام السؤال. طبعا في فرق ما بين فيرب جوي وسي جوي وفيرب براتيكي وسي براتيكي. الفرق ان فيرب جوي بمعنى يلعب، اما فيرب سي جوي بمعنى تلعب، وفيرب براتيكي بمعنى يمارس، اما فيرب سي براتيكي بمعنى تمارس. طبعا في الجملة الأولى بيقول لي لو فوتبول كرة القدم إيه في الاستاد. طبعا المفروض ما ينفعش أختار يلعب أو يمارس
المفروض اقول تلعب في الاستاد، يبقى تبقى التالتة. اما لو قال لي لو تنس نقط سيغ لو كور، اللي هو التنس ايه على ملعب التنس، هتبقى سو براتيك اللي هي بمعنى تمارس. مش محتاجة حاجة يعني. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو شير للفيديو عشان غيرك يستفيد، اشترك في القناة عشان يجيلك الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. سلام عليكم.